مرحبا ويسعد أوقاتكم جميعا، وأهلا وسهلا فيكم بأول فيديو على قناتي لمسة هبة. خليني أبلش معكم بصراحة. أنا يا جماعة عمري ما مسكت كاميرا ولا صورت، ولا بعرف بالتصوير ولا بالإضاءة ولا بالقصص كلها. هاي أول مرة بحياتي هيك بجرب أصور فيديو أنزله، فبتمنى تتحملوني وتتحملوا الكاميرا إذا مالت أو التصوير طلع بسيط. لسه عم بتعلم وبحاول. تعرفوا، فكرة القناة كانت بتراودني من زمان، بس كل مرة كنت أتراجع وأقول يا هبة مين بده يحضر تصويرك؟ بس بصراحة الفضل بيرجع للناس اللي حوالي، صحباتي قرايبي هون، يعني شجعوني كتير إني أفتح قناة، خصوصا عشان طبيخي دايما بالجمعات لما بذوقوا أكلي بيحكولي هبة أكلك طيب ونفسك طيبة، والأكل بجنن بيطلع، وطريقتك سهلة، ليش ما بتفرجي الناس وتنزلي طبخاتك؟ فعلا والله تشجعت وقلت يا بنت توكلي على الله وبلشي. ما في حدا ببلش محترف، الكل ببلش من الصفر. ومن هون اجت الفكرة، قلت ببلش وبشارككم يومياتي وبنتعلم سوا. هذا الفيديو هو الخطوة الأولى، وبعرف إنه مش احترافي، بس حبيت أطلع معاكم هيك على طبيعتي وبدون أي تصنع. طبعا كان يراودني شعور يعني بالتوتر وبالخوف بصراحة، لأنه حكيت لكم يعني أنا أول مرة بصور وما بعرف أصور. فهيك اليوم حبيت هيك أبلش معاكم بالصالون. يعني بتعرفوا هذا المكان هو واجهة البيت دايما، ولازم تكون طاقته إيجابية. هلأ الفيديو طويل شوي، تقريبا 12 دقيقة 13 دقيقة. بس حبيت صراحة هيك ندردش شوي ونحفز بعض، يعني اعتبروني أختكم وعم بشتغل معكم. مرات الشغل بياخد وقت وجهد، بس النتيجة والراحة النفسية بعد هيك ما يخلص الواحد كل شي بتنسينا كل التعب. راح تشوفوا كيف رتبت الزوايا، كيف يعني بلا بضيف هيك لمساتي الخفيفة بالصالون. هلا بدي أحكي لكم شوي عن قناتي. يعني لمسة هبة هون راح تكون مكاني اللي بشارككم فيه روتينات، أفكار البيت، وممكن حتى نحكي بمواضيع بتهمنا كستات بيوت وصبايا. يعني حابة تكون القناة زي جمعة هيك صحبات، نستفيد من بعض، بنكبر مع بعض. طبعا إذا عندكم أي اقتراحات أو حابين تشوفوا شي معين المرة الجاي، يا ريت تكتبوا لي بالتعليقات، رح أقرأهم كلهم أكيد. شو رأيكم؟ منجرب. يعني حبيت هيك يعني أطلع هيك معاكم على طبيعتي صراحة. شايفين هذا الصالون؟ قلت ببلش فيه تنظيف وترتيب خفيف، يعني كمان برضو بكسر الرعب من الكاميرا. يعني أنا مش من الستات اللي على فكرة مهوسين بالترتيب 24 ساعة. بيتي بيت عادي، في كركبة وفي حركة أطفال، وأنا عم بصور حتى بنتي جنى يسعدها آه كانت يعني هيك كل شوي بدها تطلع معي، شكلها حابة الشهرة صراحة، مع إنها هي بتصور وبتحب التصوير كتير. فصارت تقولي ماما خليهم يشوفوني. فكنت بحكي لها يا ماما يعني استني شوي، لسه هاد أول فيديو، بس جنى هي يعني بتعطي البيت روح وحركة. واليوم هيك بجو يعني بعمان كان شوي غبرة، فقلت لازم أقوم ألمع هالزوايا، أفتح الشبابيك، أهوي البيت. راح تشوفوا لأنه الفيديو طويل شوي. حكيت لكم حبيت هيك نقعد يعني ندردش فيها ونحكي. طبعا أكيد بدي إياكم يعني تعطوني نصائحكم، يعني اللي بتعرف كيف أثبت الموبايل أحسن، أو شو الزوايا اللي بتطلع أحلى.
يا ريت تكتبولي بالتعليقات، لأني أنا فعلا صفر بالتصوير، وبعتمد أكيد على تشجيعكم ملاحظاتكم، يعني لأكيد رح تفيدني. وصراحة يعني حابة أثبت، يعني أثبت لنفسي صراحة وكل ست بيت، يعني إنه بلمسات بسيطة بأدوات موجودة بسيطة بكل بيت بنقدر هيك نخلي حياتنا أجمل. مش لازم يكون على فكرة عنا أفخم الأثاث عشان نكون مرتاحين، مهم النفسية الطيبة، النظافة، الترتيب. وعلى فكرة راح تلاحظوا بالفيديوهات الجاي، يعني بحب البساطة كتير. طبعا بحب أحكي لكم عن شغلي كوسيطة للشيئا. كتير منكم بيبعت لي وبيسألني، رح أحكي لكم كمان عن هالجانب بحياتي. أنا بطلب لأولادي ولبنوتي جنى وللناس اللي بتوصيني، بتعرفوا قديش بياخد وقت تدقيق المقاسات الخامات، بس للبيت لسه صراحة ما جربت أنسق. بصراحة يعني اعتمادي كله بكون على الملابس، الأشياء العملية لأولادي، لأنه أسعارهم بتجنن، موديلاتهم مش موجودة بالسوق عنا. فمرات بكون قاعدة هيك بالصالون هون وأنا عم بدقق يعني بالطلبيات بالباركودات، بقول يا ربي متى رح أخلص. بس سبحان الله الشغل مع البيت بيعطي طاقة. ممكن مستقبلا إذا حسيت حالي يعني صرت أشطر بالتصوير، نطلب شغلات ديكور نجربها سوا بالصالون نشوف جودتها على الحقيقة. بس حاليا أنا مركزة يعني إني أطلع لكم فيديو حقيقي بسيط هيك بيشبهني طبعا، وبيشبه أي ست بيت بعمان بتحاول تعمل إشي جديد. والهدف الأساسي من القناة زي ما قلت لكم هو الطبخ. أنا بحس حالي بالمطبخ أكتر من أي مكان تاني. بحب الطبخات السهلة والزاكية اللي بنعملها كل يوم لأهلنا لأولادنا. أولادي دايما كل يوم بيطلبوا مني أكلات معينة، خصوصا الطبخات اللي فيها نفس هيك بيتي أصيل. فالفترة الجاي رح أصور لكم إن شاء الله روتينات من مطبخي، رح نعمل أكلات شعبية أردنية، رح أفرجيكم كيف منجهز الغداء. بحب بأقل تكاليف وبدون تعقيد. بدي منكم بس تشجعوني، تحكولي شو حابين تشوفوا. أول طبخة مقلوبة، منسف، برياني، كبسة، ولا حابين شغلات خفيفة وسريعة هيك. صراحة أنا متحمسة كتير كتير للمطبخ أكتر من التنظيف، بس قلت لازم أفرجيكم الصالون اليوم ونحكي مع بعض هيك شوي لا تتعرفوا علي أكتر. طبعا هيك الصالون بلش يجهز، بلشت ريحة النظافة تبين عليه. وهيك بكون الصالون صار جاهز ونضيف، وريحته ما شاء الله بتفتح النفس، والطاقة الإيجابية اللي فيه مش طبيعية.
وأنا بكون خلصت أول فيديو إنجاز بحياتي لهون، وتحملت تصوير المبتدئ. وشكرا لكل وحدة وصلت لهون وتحملت حكي الطويل. وأتمنى تدعموني بلايك والاشتراك بالقناة عشان نكبر ونصير عيلة كبيرة بقناة لمسة هبة. اكتبولي بالتعليقات أي نصيحة بتخطر ببالكم، شو رأيكم بالبداية، ورح أقرأ كل تعليقاتكم أكيد. طبعا راح أنزل لكم منوعات، روتينيات منوعة. راح أنزل لكم مثلا فلوقات سريعة. ممكن كمان نحكي مثلا عن تنسيق الأواعي، الإيقاع اللي بطلبها من الشيئان راح أفرجيكم إياها. راح نشوف مع بعض كمان إن شاء الله هيك لقدام. نستغل القطع البسيطة هيك منغير فيها ديكور للبيت بأقل التكاليف. شو رأيكم؟ تحبوا نركز على هاي المواضيع مستقبلا؟ طبعا بعد هالتنظيف العميق صار بدها كاسة شاي أو كاسة قهوة. بعد كل هالتعب، وما تنسوا تدعموني باللايك والاشتراك بالقناة، وبشوفكم بالفيديو الجاي اللي راح يكون كله ريحة طبيخ، وأكيد طبعا نفس طيبة، أكيد نفس طيبة وروتينيات جديدة. وبحبكم يا أحلى عيلة. سلام.